عملت قناتك مبروك، بس القناة دي مجرد اسم، مجرد صفحة فاضية. علشان قناتك تنجح لازم يكون ليها هوية، لازم يكون ليها براند. بس مين اللي عنده وقت عشان يعمل شعار وبانر ويوصف القناة ويخطط المحتوى؟ انت. النهارده هوريك ازاي تبني هويه قناتك بالكامل، من النيش والجمهور المستهدف، اللوجو والبانر، لوصف القناه، وحتى اسماء القائمه تشغيل او البلاي ليست، وكمان العلامه المائيه او الووتر مارك. كله بالذكاء الاصطناعي وكله ببلاش، باستخدام تشات جي بي تي وجيميناي وادوات تانية مجانيه هتصدمك. ده الفيديو التاني في الكورس السريع المكثف او الكراش كورس، فلو لسه ما عملتش قناتك اتفرج على الفيديو اللي فات وكمل الفيديو ده قبل ما تعمل قناتك. ولو عملت قناه او عندك قناه قديمه مش شغاله خليك معايا عشان هقول لك على سر في اخر الفيديو مهم جدا، غالبا مش هتسمعه من حد، سر هيصدمك. الفيديو ده هو خطوتك الجايه، يلا بينا. اولا التخصص او النيش والجمهور المستهدف، او ما يدعى باللغه الانجليزيه بالتارجت اودينس. النجاح على اليوتيوب بيجي من ان انت تكون متخصص في حاجه معينه وبتكلم ناس معينه، وهنستخدم تشات جي بي تي او جيميناي عشان نحدد القصه. هدخل على اي واحد فيهم والروابط موجوده في صندوق الوصف، وهقول لهم كده: انا يوتيوبر جديد عندي اهتمامات زي، واكتب اهتماماتك مهما كان عددها ومهما كان اختلافها عن بعض. زي مثال مثلا الالعاب القديمه، الطبخ الصحي السريع، الذكاء الاصطناعي للمبتدئين. بعدين هكتب ساعدني اختار نيش لقناتي يكون نمره 1 عليه الطلب بس المنافسه فيه متوسطه، نمره 2 اقدر اقدم فيه قيمه حقيقيه للجمهور، نمره 3 يمكن الربح منه مستقبلا. النيش اللي هتختاره حدد لي الجمهور المستهدف بالتفصيل، سنهم، اهتماماتهم، مشاكلهم، ايه اللي بيدوروا عليه على اليوتيوب. مثلا لو اخترت نيش الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، الاي اي هيدي لك الجمهور، فهيدي يقول لك ايه، في سن العشرينات والثلاثينات، شباب مهتم بالتكنولوجيا، خايفين من الاي اي او عايزين يستغلوه في شغلهم، بيدوروا على شروحات عمليه. كده انت معاك الخريطه الاساسيه، عارف انت بتكلم مين وعن ايه بالظبط. عندنا نيش وجمهور، دلوقتي اسم القناه واللوجو. خلينا في الاسم الاول، هنستخدم تشات جي بي تي في القصه دي. على تشات جي بي تي هنكتب التالي: اقترح 20 اسم قناه يوتيوب جذاب ومتاح لقناه عن، واكتب النيش بتاعك او التخصص بتاعك، تستهدف، واكتب جمهورك، اكتب كل حاجه عن جمهورك اللي انت لسه عارفها برضه من الاي اي. او لو حابب تعمل زيي ممكن تستخدم اسمك كاسم القناه، ودي حاجه انا بفضلها لانها بتعمل علاقه مباشره بينك وبين الجمهور. تاني حاجه الشعار او اللوجو. زمان كنت مضطر ان انت تشتغل مع مصمم وتدفع فلوس عشان يعمل لك الشعار او اللوجو، دلوقتي هنعمله على نانو بنانا. ولو ما تعرفش ايه هو نانو بنانا او ازاي تستخدمه، انا كنت عامل فيديو للموضوع ده وهسيب لحضراتكم برضه الرابط بتاعه في صندوق الوصف. هنكتب في نانو بنانا الاتي: لوجو احترافي لقناه يوتيوب اسمها، واكتب اسم قناتك، بتعبر عن، واكتب عن النيش بتاعك او التخصص بتاعك، ستايل مينيمال، الوان، واختار لونين. وخلي بالك اكتب اسم قناتك بالانجليزي عشان لو كتبته بالعربي مش هيطلع مظبوط. مثال مثلا لوجو احترافي قناه يوتيوب اسمها احمد شفيق، بتعبر عن الذكاء الاصطناعي، ستايل مينيمال، الوان ابيض واحمر. مبروك، اسم قناه ولوجو احترافي في اقل من 5 دقائق. نيجي لحاجات اهم بكتير: بانر القناه او ما يدعى بالانجليزيه بشانل بانر، والعلامه المائيه للفيديو او ما يدعى باللغه الانجليزيه بالفيديو ووتر مارك. البانر ده اهم حاجه العميل بيشوفها لما يخش قناتك، لازم يعبر عنك. هنستخدم في القصه دي موقع كانفا المجاني مع مساعده الاي اي. طيب دلوقتي احنا هنفتح المتصفح بتاعنا او البراوزر بتاعنا وندخل على موقع canva.com، ونيجي عند صندوق البحث هنا ونكتب الاتي: يوتيوب بانر، وندور ونختار واحد من البانرات اللي موجوده اللي عليهم علامه التاج الذهبي. دي حاجات بفلوس، احنا هنختار واحد مجاني. نفترض مثلا ان انا هختار ده، هدوس هنا على كاستمايز ذيس تمبليت اللي هو الزرار ده، واقدر احط صورتي او صوره اللوجو مكان الصوره دي. فانا بفكر ان انا احط صورتي هنا واحط اللوجو بتاعي هنا على الشمال، وهنا اشيل الكلام ده واكتب شعار. تعالوا نجرب مع بعض. هنروح على كلمه ابلود، ندوس على كلمه ابلود فايلز ونطلع الصور بتاعتنا، صوره اللوجو وصورتي الشخصيه. انا كنت عامل صوره كده بالاي اي، اختارها اطلع صوره اللوجو كمان. نقول مثلا هناخد اللوجو ده مثلا، هسحب صورتي واحطها مكان الصوره دي. هاجي اسحب صوره اللوجو واحطها هنا على جنب وابتدي اصغرها شويه، هشدها من الجناب لجوه هتصغر، وابتدي اظبطها على الحجم. عندي هنا الكلام المكتوب ده، هدوس على علامه الباسكت دي اللي هي ديليت اللي هي المسح، نمسح الكلام المكتوب. في كلام لسه تحت هنا برضو نمسحه. طيب انا عندي مشكله هنا مع الخلفيه اللي موجوده في اللوجو وعلامه الاي اي اللي هي بتاعت جيميناي اللي موجوده في الجنب تحت هنا على اليمين. انا عايز اشيل الكلام ده، وهنا عشان اشيل الخلفيه بتاعت اللوجو واخليه شفاف حواليه كده، المشكله ان الخاصيه دي هنا في كانفا بفلوس، لازم اكون مشترك في كانفا عشان اعرف اشيل الخلفيه. فهاجي هنا على موقع اسمه remove.bg، هاجي اطلع له الصوره بتاعتي بالطريقه دي. هو هنا شال الخلفيه وظبط الدنيا. هاجي اعمل لها داونلود بعد كده، انا مش محتاج الحجم الكبير ده، انا الحجم ده بالنسبه لي تمام. اعمل لها داونلود وارجع تاني على كانفا، اشيل بقى اللي انا كنت حاطه ده واعمل له ديليت واطلع الملف الجديد اللي انا عدلت عليه. طريقه تانية لتطليع الملفات ان انا هفتح الفولدر بتاعي واسحبه واحطه كده. طلعت خلاص الصوره، اروح جاي ساحبها ونجرب. طبعا واضح هنا الالوان مش ماشيه مع الخلفيه، كلمه احمد مش باينه والالوان مش ماشيه مع الخلفيه. فهاجي ادوس هنا على كلمه اديت واروح نازل تحت على فلترز وادوس على
سي اول وانزل تحت لغايه الاخر. ممكن نختار حاجه زي كده هتبين اللوجو، يعني ممكن نجرب كل الفلاتر دي براحتنا زي ما احنا عايزين نشوف احسن نتيجه ممكنه ايه. طيب هاجي بعد كده هنا على سبسكرايب دي هشيلها اعملها برضو ديليت، وعلى اللايك دي نعملها ديليت او مسح، وهنا برضو نعمل ديليت او مسح. بعدين هرجع تاني للاي اي على تشات جي بي تي واقول له انا عايز شعار. هروح بعد كده على تشات جي بي تي واكتب له الاتي: اكتب لي 5 شعارات قصيره وجذابه بين قوسين تاج لاينز لقناه يوتيوب اسمها، واكتب اسم قناتك عن نيش كذا او تخصص كذا عشان احطها في البانر. عاجبني الشعار ده اللي هو اكتشف قوه الاي اي ببساطه، بس طويل شويه. عاجبني اللي هو بتاع الذكاء بيغير اللعبه، ده حلو قصير فنستخدم. هرجع هنا على كانفا تاني وادوس على كلمة تكست اللي في اقصى الشمال دي واختار هيدنج. هنصغرها براحتنا بعد كده، واعمل قص ولزق للشعار اللي انا اخدته من تشات جي بي تي ذكاء بيغير اللعبة. هنا لون الفونت طبعا مش نافع، فانا هختار اللون الابيض وابتدي اسحبه في المكان اللي انا عايزه وابتدي اصغر حجمه شوية. طيب احنا ممكن نخلي الموضوع على سطرين احسن، نسحبه نصغره شوية. هاجي بعد كده عشان ننزل البانر بتاعي ده هختار شير وداونلود. هو بيقول لي مقاسه كذا، هو ده المقاس المظبوط، تمام ماشي داونلود. افتحه بعد كده في الداونلودز ونشوف القصه عامله ازاي. ممتاز. وكده البانر جاهز في اقل من نص ساعه. عملت تصميم احترافي. بالنسبه للعلامه المائيه او الفيديو ووتر مارك، دي صوره صغيره بتظهر على فيديوهاتك عشان محدش يسرق الفيديو بتاعك. ممكن تستخدم اللوجو اللي احنا عملناه وده اللي انا بفضله. دلوقتي وصلنا لمحتوى القناه نفسه، وصف القناه والبلاي ليست او قائمه التشغيل. الوصف بتاع القناه ده مهم جدا يا جماعه للاس اي او او السيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هو تحسين القناه لمحركات البحث، وده بيساعد قناتك ان هي تظهر لاي حد بيدور على كلمه معينه في المجال اللي انت بتتكلم فيه، وده مصدر مشاهدات لا يستهان به، واذا ما كانش اهم مصدر يعني. تعال نخلي الاي اي يكتبه لك. هندخل على تشات جي بي تي او على جيميناي ونكتب له الاتي: اكتب لي وصف قناه يوتيوب احترافي وجذاب من 200 كلمه لقناه اسمها، واكتب اسم قناتك عن نيش كذا التخصص بتاعك، وبتستهدف الجمهور الفلاني. اكتب الجمهور بتاعك. الوصف لازم يشمل الكلمات المفتاحيه الاساسيه لمجالي ويوضح القيمه اللي بقدمها. شايفين وصف كامل فيه كل الكلمات المفتاحيه وجذاب للجمهور. هاخد الكلام ده قص ولزق واحطه في الوصف بتاع القناه. قوائم التشغيل او البلاي ليست دي بتنظم فيديوهاتك وبتخلي المشاهد يقعد فتره اطول لانه بيتفرج على فيديوهات في نفس الموضوع اللي هو بيتفرج عليه، والاي اي برضه ممكن يخططها لك. هنروح برضه على تشات جي بي تي نقول له اكتب لنا الاتي: اقترح 5 افكار لبلاي ليست لقناه، واكتب اسم قناتك، وكل بلاي ليست يكون لها عنوان جذاب ووصف قصير بيوضح محتواها. مثلا بلاي ليست اساسيات الذكاء الاصطناعي للمبتدئين. الوصف دليلك الكامل خطوه بخطوه لفهم واستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي من الصفر. كده انت حطيت الاساس لمحتواك لمده سنين قدام. شفت ازاي كل حاجه في قناتك من الفكره الاساسيه لغايه اصغر توصيله بصريه تقدر تبنيها بادوات مجانيه. الموضوع بسيط، مفيش مبرر تاني ان انت تفضل قاعد. قناتك دلوقتي ليها هويه، ليها شكل، ليها رساله. وقبل ما انسى السر اللي انا كنت عايز اقوله لكم: لو عندك قناه قديمه مش شغاله كويس او قناه عاملها من فتره وما نزلتش عليها اي حاجه، انساهم ولا اكنهم موجودين. اعمل قناه جديده. ليه؟ علشان حسب ما انا جربت وشايف ان اليوتيوب دلوقتي بيدي دفعه للقنوات الجديده اللي لسه معموله جديد ومعموله من الاول بشكل احترافي او حتى قريب للاحترافيه، والدفعه دي قويه ما تطيرهاش من ايدك. وخبرتي مش على قناه اليوتيوب بتاعتي دي، انا عامل عشرات القنوات اغلبها انا مش ظاهر فيه اصلا. قنوات جربت فيها كل اللي ممكن يتعمل، وفي حاجات كتيره عباره عن مطبات، حاجات مش حقيقيه. ما علينا. طيب انا ارفع الكلام اللي انا عملته ده ازاي؟ انا هوريكم دلوقتي ازاي نرفعه بالتفصيل. دي قناه من القنوات بتاعتي اللي هي القديمه، وانا موقف عليها الشغل بقالي اكتر من سنتين. كانت قناه عن العطور وبعد كده حولتها لقناه بقت عن الحيوانات الاليفه، ومسحت كل المحتوى بتاعها. وبالرغم ان هي كانت محققه ربح، لكن الربح كان قليل جدا، وعدد المشاهدين ده او عدد المشتركين لو ال 5653 ده اتعمل في 4 سنين، في حين القناه اللي احنا عليها دلوقتي انا عملت عليها عدد المشتركين عدينا ل 20,000 في سنه. عشان كده بقول لكم اللي عنده قناه قديمه مش شغاله يسيبها خالص وينشئ قناه جديده من الاول. هنرفع الحاجات دي اللي احنا طلعناها دي ازاي؟ هنروح على التخصيص هنا في اليمين تحت، وهنا هنطلع البانر بتاعنا اللي احنا عملناه هنا تغيير، ونختار البانر بتاعنا ونعمل له ابلود. انا مش هغير الحاجات دي طبعا عندي، انا بس اوريكم ازاي. وهنا الصوره ده اللي هو اللوجو، ونعمل نفس القصه معاه. ده هنا اسم القناه، وده الوصف بتاع القناه، واللي تحت خالص ده العلامه المائيه. ما علينا. التحدي بتاعك الاسبوع ده الاتي: طبق كل الخطوات اللي فاتت. اعمل لوجو بانر لقناتك، واكتب وصف القناه والبلاي ليست. اول ما تخلص اكتب لي في التعليقات تحت اسم قناتك الجديده ايه. ولو الفيديو ده فتح عينيك على امكانيات جديده، اعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه، وفعل الجرس. الفيديو الجاي في الكورس ده هنتكلم عن ازاي تعمل سكريبت، ازاي تكتب سكريبت يحقق المعادله الصعبه، يجذب المشاهد وفي نفس الوقت يكون محسن لمحركات البحث، وان شاء الله تنجح اذا مشيت معايا خطوه بخطوه. انا احمد شفيق، اشوفكم على كل خير وصحه وسلامه وسعاده وراحه بال. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.